ونزل بدأ بقرية كربشنة، يعني هذه القرية ما كانت موجودة. تم تأسيس هذه القرية قرية كربشنة من قبل السيد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان بيده، يعني وكان يحمل بيده عصا. حدد مكان بيته اللي هو هذا البيت، هذا بيت شاه الكسنزان، وفي بيته يعني لما انتقل في مكانه الذي انتقل فيه في بيته دفن ها هنا. كربشنة معناها باللغة الآرامية القديمة كربشنة يعني قرب الجنة، وشيخنا السلطان شيخ محمد الكسنزان قدس الله سره يقول معناها قل بشنة، لكن تحورت الكلمة قل بشنة يعني يقطف الورد. فيها مراقد المشايخ الكرام، مشايخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، ابتداء من السيد الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان، ومن ثم السيد الشيخ عبد القادر الكسنزان، ومن ثم السيد الشيخ السلطان حسين الكسنزان، ومن ثم السيد الشيخ عبد الكريم الكسنزان. فهذه الحضرة المقدسة فيها 4 مشايخ، 4 أضرحة، 4 مراقد: شيخ عبد الكريم شاه الكسنزان، شيخ عبد القادر الكسنزان المهاجر، سلطان حسين سلطان الجبال الكسنزان، وسلطان عبد الكريم الكسنزان الغوث الثاني. بعد شيخ عبد الكريم شاه الكسنزان ابن الشيخ عبد القادر الكسنزاني المهاجر، وسمي بالمهاجر لأنه نصف فترة مشيخته هاجر لما صار الاحتلال الإنجليز إلى العراق، وصلوا إلى ها هنا يعني إلى قرية كربشنة، فهو هاجر من هذه المنطقة وهاجر إلى إيران، حتى أنه انتقل وتوفى في إيران، وجلبوا جنازته من إيران ودفنوه هنا. من بعد شيخ عبد القادر الكسنزاني ابن الشيخ السلطان حسين، وسمي سلطان الجبال لأنه كان كثير الخروج إلى الجبال والتعبد في الجبال من كثرة مجاهداته يعني. ومن بعد سيدنا السلطان حسين انطاها المشيخة، سلمها لأخوه الشيخ عبد الكريم، يسموه الغوث الثاني. الشيخ عبد الكريم الكسنزان هو الغوث الثاني الذي انتقل من كربشنة إلى كركوك، نقل الطريقة من كربشنة من السليمانية إلى كركوك. لهذه الطريقة تراتبية لإدارة التكايا لا تختلف عن عمل المؤسسات. تأتي بعد شيخ الطريقة الذي يتصدر المقام الأول في كل قرار ديني وإداري. صلواتكم اللي أهداها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحضرة شيخنا هذه أكبر كرامة وأكبر تكريم وتاج على رأس كل كسنزاني إلى يوم الدين. والتدرج في المناصب يبدأ بالمريد، ثم المرشد، فالخليفة. ولكل مرتبة مهام وعهود وبيعة، وللمرأة مكانة في مناصب الخلافة والإرشاد. الرجال اللي هو مهتم بإداريات الرجل، يعني الدراويش، والمرأة أيضا عندنا خليفة للنساء، هي هم أيضا تهتم بجانب الدرويشات، كل ما يخص الدرويشات. للمرأة دور كلش كبير في الطريقة الكسنزانية، فدورها طبعا من ناحية الإدارية أسوة بالرجل، هي تكون خليفة تكية وتكون مرشدة، وعندنا أيضا مريدات. هناك تكليفات، هناك بعض المريدين الجيدين الملتزمين لهم رغبة في الإرشاد ونصح الناس، بالتأكيد جناب الشيخ يختار منهم عناصر يكونون مرشدين. دور خليفة التكية دور إداري مع المرشدات، من خلال استعداد لحلقة الذكر، والاستعداد لإداء الصلاة، تقديم الإرشاد، التوجيهات، ترتيب النساء وتنظيمهن، من خلال في مثلا عند إقامة المواليد النبوية، وعند إقامة الشعائر الدينية اللي خاصة في الطريقة. دخلت إلى الطريقة العلية القادرية الكسنزانية كمريدة، ومن ثم تم اختياري كمرشدة،
في الطريقة. أقوم بأعمال الإرشاد وإعطاء البيعات وحضور حلقات الذكر، ومن ثم تم اختياري إلى أن أكون كخليفة لتكية النساء. أنت مصنع حب، الله خلقك مصنع حب، يعني إذا ما هذا عندي كان تمام وصحيح ما راح يطلع البرة صحيح. دور المرأة بالطريقة إلى شقين مهمين جدا، داخل الطريقة وخارج الطريقة. داخل الطريقة هي تربية الدرويشة أو المريدة على توحيد العبادة، إنه يكون القالب يعني القلب كالقالب، الداخل كالخارج عندها، فتوحيد العبادة الروحية مع الشعيرة الظاهرية للدرويشة، فنحصل على مربية بشكل صحيح. الشق الخارجي إنه إحنا دعوتنا لكل البشرية، مو فقط للمرأة الكسنزانية، إحنا ندعو ونوجه كل نساء العالم. إحنا يعني الرسالة الكسنزانية مو رسالة مختصة بالدرويشة فقط، هي رسالة عالمية، وحتى مو بالإسلام، رسالة لكل الإنسانية. للطريقة جذور ومرجعيات، يقول مشايخهم وجدت في صدر الإسلام وارتبطت بسلسلتين ذهبية وفضية، وسميت بالطريقة العلية القادرية الكسنزانية. سميت الطريقة العلية نسبة إلى سيدنا الإمام علي. جذورها من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلت يدا بيد، فهي ليست حديثة العهد، ليست قبل قرن ولا قرنين ولا ثلاثة، وإنما امتدت هذا الامتداد العظيم. لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض. فقال له يا علي قل اغمض عينك وقل لا إله إلا الله. قال يا رسول الله كل الناس يقولون لا إله إلا الله. قال يا علي لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت لا إله إلا الله. حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع عندما عاد من حجة الوداع ووقف مع عدد كبير من الصحابة يقدر عددهم ب10,000 صحابي، وقال للصحابة الكرام في وقتها ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. فأخذ بيد حضرة سيدنا الإمام علي ورفعها وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. واستمرت بعد سيدنا الإمام علي بجناحين، جناح ذهبي وجناح فضي. الجناح الذهبي هم أئمة أهل البيت، والجناح الفضي هم من الذين تتلمذوا على يد أهل البيت وحصلوا على علومهم. التقت بالسيد الشيخ معروف الكرخي قدس سره، ومنه من شيخ إلى شيخ إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره العظيم، ثم من شيخ إلى شيخ إلى أن وصلت إلى الشيخ عبد الكريم شاه الكسنزان قدس سره. حبكم فرض من الله في القرآن ينزله، ينتشرون بين مجتمعات متباينة التقاليد والثقافات داخل العراق وبلدان إقليمية وفي شرق آسيا وحتى أوروبا. رئاسة الطريقة حاليا في السليمانية،
وانتشار الطريقة في كل محافظات العراق. تقريبا كل دول العالم احنا الإحصائيات اللي عندنا بشكل رسمي حاليا نعمل بشكل رسمي في 96 دولة. تعد الطريقة العلية القادرية الكسنزانية من أكبر الطرق الصوفية في العالم بسبب اتساعها وكثرة عدد المريدين المنتمين إليها. والمريدين المنتمين إليها حقيقة تربطهم علاقات إسلامية حميمية مخلصة بسبب لأنهم كلهم من دين واحد والدين الإسلامي، وبالتالي متحققين بنور الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة. ولهذا في العلاقات بين أبناء الطريقة علاقات إسلامية محضة قائمة على أساس المحبة والأخوة والاحترام المتبادل فيما بينهم. وعمق هذه الأخوة الإسلامية تتصل بالمنهج العام للطريقة العلية القادرية الكسنزانية القائم على العبادات. الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله لا الله يا الله لا الله يا الله مولاي الله يا حي يا حي يا حي يا عزيز. يتواصلون مع الشعائر والمناسبات في التكايا القريبة من سكناهم. شعائر الطريقة العلية القادرية الكسنزانية هي ثابتة، أي تغيير ما صار بها، ولكن هناك تكون يعني بعض الأحيان إضافات، يعني ماكو أي تغيير لكن أكو إضافات. مثلا ورد العصر كان العدد 50 أصبح 66 وهكذا. يعني كل شيخ يأتي شيخ الطريقة يضيف على الأوراد، ماكو يعني أي تغيير، الأوراد ثابتة وما بها أي تغيير. التغيير اللي يصير بالأجيال بالإنسان، لكنه ذكر الطريقة وأورادها ثابت. الطريقة فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى الفناء في الشيخ، يعني أن لا ترى غير شيخك لأنه هو أستاذك وهو معلمك وهو الذي يشرف عليك روحيا وعلميا. ثم بعدين الفناء ينتقل إلى الدرجة الأعلى وهي الفناء في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا الله وفق ينتقل إلى الفناء في الله، وهذا ما وصل إليه كثير من المشايخ، ووصل إليه أشهر من وصلوا وكتبت عنه الكتب هو الحلاج. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك مهموما ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. مالي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. كل واحد دين لنفسه، بس احنا بالنسبة لنا تواصلنا مستمر وندعوهم للزيارات أيضا. وعبر تاريخهم يتعايشون في مناطق مشتركة مع باقي الديانات والطوائف. نستمد معلوماتنا قوتنا الروحية من شيخنا الحاضر سماحة السيد الشيخ شمس الدين محمد نهر الكسنزاني القادري الحسيني، اللي هو دائما في لقاءاته يؤكد على الإنسان والتعامل الإنساني. فإحنا نتعامل مع الآخرين كإنسان ولا نتعامل معهم على أساس الدين والطائفة والقومية. لا، صادق مع نفسه. إذا ما كان صادق مع نفسه لن يكون صادقا مع الله. البدء بالنفس ومن ثم مع الله سبحانه وتعالى مع رسوله ومشايخ إله.
طريقة الذكر والأوراد والمدائح الجماعية شعائر ثابتة ونهج في الطريقة، تقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. Listening to mystical music and poetry of Sufi poets aimed at evoking a spiritual state and love for Allah, increasing the blessings and mercy in a person's life. الذكر الكسنزاني هو تمجيد الله سبحانه وتعالى بتركيز تام وكامل، ويكون فيه مرابطة قلبا ولسانا. نعطي مثالا عن بداية حلقة الذكر الكسنزاني، تبدأ بالرتم الإيقاعي الحي الله. هذا مثال مختصر وموجز عن حلقة الذكر. طبعا يكون وقتها أطول، لكن اختصارا لرتم الإيقاع الكامل للذكر الرسمي الكسنزاني. أما الأوراد في الطريقة الكسنزانية فلها توقيتاتها ولها نظامها، وتكون مطهرة لقلب الدرويش. أوراد دائمية يسمونها الأوراد العامة، اللي هو 19 ختمة، كل ختمة عندنا 100,000 مرة. وعندنا الأوراد اليومية، يعني هاي تعرف الختمة 100,000 ما تخلص بساعة أو يوم أو يومين. فهذه الأوراد تزيد قلب المريد من خير وتبعد عنه شرور النفس. مثال عن الأوراد الكسنزانية. الأوراد الكسنزانية لها أعداد محددة ولها توقيتات محددة. فالورد الأول في الطريقة الكسنزانية عندما يأخذ المريد البيعة أو العهد يبدأ بورد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعد الصلاة نسوي مثلا عندنا ورد العصر اللي هو قبل غروب الشمس بساعة. عندنا يوميا صلوات 1000 مرة على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله أستغفر الله، دائم أستغفر الله، الله أستغفر الله، دائم أستغفر الله، لك الحمد يا قدوس، لا إله إلا الله. أما المديح في الطريقة الكسنزانية، المديح فهو نغم السماع والمقامات التي تريض النفس وتريض قلب المريد في ذكر الله سبحانه وتعالى. اسمه محمود مدى الأيام لطيبة حتى يصل لمرتبة الخليفة عليه الدخول في حلقات للتأمل ودراسة العلوم التي تعتمد الأحاديث النبوية وكتب التصوف وموسوعة الكسنزان لمشايخ الطريقة. حضرة السيد السلطان الخليفة محمد بن محمد الكسنزان ألف عدة كتب. الكتاب الأول كان هو الأنوار الرحمانية، والكتاب الثاني جلاء الخاطر من كلام الشيخ عبد القادر، بعدين كتاب الطريقة العلية القادرية الكسنزانية. بعدين أشرف حضرة السيد السلطان على إنجاز موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان، وهي عبارة عن 24 جزء. طبعا هذا العمل ضخم، أخذ سنوات طويلة من العمل، وقام عليه كادر كبير من خلفاء الطريقة بالمتابعة والتصحيح
والمتابعه مع حضره الشيخ، وحضره الشيخ كان يعني له لمسات في كل سطر وكل جمله في الموسوعه الكسنزانيه، له لمسه جناب الشيخ بالمباشر كانت، الى ان تم اخراجها الى العلن وتم اعتمادها كمرجع صوفي، وتم اهدائها لمعظم المكتبات العالميه، وهو اعلى يعني هو اكبر موسوعه صوفيه في العالم بتضم 24 مجلد. I have read some of the interesting books published by this tariqa. The most important one is Moswe Kasnazaniya, which is the encyclopedia of Tasawwuf. Another one is Anwar al-Rahman. The other is Tasawwuf. The other book is At-Takhalli bil-Adab al-Tariqa. And these are the last book was published by حضرت شيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزاني القادری الکسنزانی. ازرخ زیبای محمد سازنده بلبل تماشای محمد تسبیح ملک مدح ثناهای محمد ایان بفدای نرگسی شهلای محمد 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 الله الله كرم ولطف وبقى وعرش برينا من بخش بخاك باي صلاة مدينة 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 ظاهر بولا آدم وكنوري شهي خاتم جمعي ملكا سجد أبا حضرة آدم صلواتي. أن احتفال رسول الله واجب علينا صغيرا وكبيرا كلنا أن نكون معا، لأن نبين هذه الابتهاج وهذا الاحتفال لأمة رسول الله عربا وكردا وتركمانا وكل القوميات الأخرى على هذه المعمورة. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون العام القادم عام خير وسلام ومحبة وبركة على هذه المعمورة. يا نسيم الريح قولي للرشاد، يا نسيم الريح قولي للرشاد، لم يزدني الورد إلا عطشا، لي حبيب حبه وسط الحشا.
معالي الهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا